في صباح يوم 4 نوفمبر سنة 1922 الشمس كانت لسه بتسلم على جبال الأقصر، والهدوء مالي وادي الملوك. هناك بين التلال والرمل والحر كان في طفل صغير اسمه حسين عبد الرسول، عنده حوالي 12 سنة، مصري بسيط بيشتغل في البعثة البريطانية بتاعت هوارد كارتر. شغل حسين كان بسيط، يحمل جرار المية من النيل لغاية موقع الحفر، يمشي المسافة دي كل يوم والعرق سايح منه، بس عمره ما كان يتوقع إن خطوته النهاردة هتفتح باب التاريخ وباب حاجة أخطر بكتير. وهو بيحط الجرة على الأرض سمع صوت غريب، الصوت مش زي صوت الحجر العادي، كأنه في فراغ تحت التراب. حسين ركع، شال شوية رمل، جاب فأس صغيرة وبدأ يحفر بحذر، وفجأة طلع أول درجة من سلم حجري نازل لتحت، لتحت جدا. وقف مكتوم الأنفاس، حس إن الأرض اللي واقف عليها فيها سر. نادى على الراجل الأجنبي اللي بيقود الحفرة وقاله بصوت متردد: يا بيه، لقيت حاجة. جه هوارد كارتر بنفسه وبدأ الحفر في المكان اللي حسين لقى فيه الدرجة، ودرجة ورا التانية، لغاية ما اكتشفوا سلم فيه 16 درجة نازلين لجوه الجبل. الهواء بدأ يبقى أتقل والتراب بيطير زي دخان، والكل حاسس إنهم قربوا من حاجة عمرها ما كانت المفروض تتفتح. ولما فتحوا الباب النور بتاع الفانوس دخل جوه، وكارتر بص جوه وقال الجملة اللي خلدها التاريخ: أنا شايف حاجات مدهشة. جوه المقبرة كان في كنوز، تماثيل، عربات ذهب، عروش وصناديق محنطة، كل حاجة في مكانها كأن الزمن واقف من آلاف السنين. بس كان في إحساس غريب، كأن في عيون بتبص من الضلمة، وكأن المقبرة كانت بتهمس: اللي يزعج نوم الملوك لازم يدفع الثمن. والليلة دي كانت بداية النهاية. بعدها بأسابيع بدأت سلسلة وفيات غامضة بين اللي دخلوا المقبرة. الناس سموها لعنة الفراعنة، بس اللي العالم كله نسي إن البداية كلها كانت من تحت رجلين ولد مصري بسيط اسمه حسين عبد الرسول، الولد اللي صح لعنة الملوك من جوف وادي الملوك.